لا روسيا ستتعب ولا أوكرانيا ستستسلم، والنتيجة مسلسل لا نعلم متى سيتم. الجثث في كل مكان. ضابط مخابرات أمريكي يفضح أوكرانيا. روسيا تقصف بأسلحة عالية الدقة، وكييف تبدأ استخدام القنابل العنقودية. روسيا تحرك الصواريخ المجنحة وتضرب أهدافا في البحر. وتحرك عاجل من الجيش الأمريكي استعدادا للحرب مع الصين وروسيا. بولندا تحرك جيشها للشرق، والسبب فاغنر. السعودية تنتصر لمليار مسلم، فما القصة؟ غضب عربي وإسلامي من السويد، والسبب حرق المصحف الشريف. وصول الغواصة يعني النووية. كوريا الشمالية تلوح بالعصا النووية ضد أمريكا وجارتها الجنوبية. إسرائيل تتهم روسيا بإشعال الفتنة داخل الكيان. وتايوان ترصد 26 طائرة و7 سفن صينية حول الجزيرة. إليكم التفاصيل. الجثث في كل مكان. فضح ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر نظام كييف متهما إياه بأنه يترك آلاف الجنود الأوكرانيين والجرحى في ساحة المعركة، مما يتركهم يموتون دون أمل في الإنقاذ. وقال ريتر: الجثث متحللة في كل مكان، حرفيا تغطي الأرض، وهذه الجثث لم تدفن ولا تحسب كخسائر، إنها فقط ملقاة هناك. حوالي 60 أو 80 ألف جندي أوكراني في عداد المفقودين. وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية تتخلى ببساطة عن مصابيها، تاركة أن الجيش يموت في ساحة المعركة دون أي فرصة للخلاص. ضربات من الطرفين. واصلت القوات المسلحة الروسية الليلة الماضية شن ضربات انتقامية بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة على ورش لإنتاج القوارب المسيرة ومستودعات لتخزينها في مدينتي أوديسا وإليتشيفسك وفي مقاطعة أوديسا. وبدأت أوكرانيا تستخدم حاليا ضد روسيا القنابل العنقودية التي قدمتها الولايات المتحدة لها، مشيرة إلى أن استخدامها يساعد بالفعل الدفاع الأوكراني ضد روسيا، ويستخدمونها بشكل ملائم وفعال. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد باستخدام قنابل عنقودية إذا بدأت أوكرانيا في استخدامها. روسيا تتحرك في البحر الأسود. على وقع التطورات الأخيرة، أعلنت موسكو أن القوات الروسية أجرت تدريبا في شمال غرب البحر الأسود أطلقت خلاله صواريخ مضادة للسفن لضرب هدف في البحر. وأطلقت سفن تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي صواريخ كروز مضادة للسفن على زورق حدد هدفا في منطقة التدريب القتالي في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود. وتابعت موسكو أن أسطولها في البحر الأسود تدرب على إطلاق الصواريخ على أهداف عائمة بعد يومين من تحذيرها بالنظر في السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود أهدافا عسكرية. تحرك عاجل من الجيش الأمريكي. قالت وزيرة الجيش الأمريكي كريستين وورموت إن الجيش الأمريكي يخطط لتغيير هيكله للاستعداد لحرب محتملة مع الصين أو مع روسيا، وسنقوم ببعض التغيرات على هيكل قوة الجيش لجلب قدرات جديدة للاستعداد لحرب محتملة مع الصين أو مع روسيا. وفي وقت سابق كشفت وورموت أنها تشعر بالقلق من سلوك الصين العدواني في المنطقة، مشددة على الحاجة إلى تعزيز قدرة الولايات المتحدة على الردع. بولندا تحرك جيشها. قررت اللجنة الأمنية البولندية في اجتماع نقل تشكيلات عسكرية إلى شرق البلاد بسبب التهديدات المحتملة المرتبطة بوجود مجموعة فاغنر في روسيا البيضاء. وبحسب التقرير فقد ظهر رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريكوزين وهو يرحب بمقاتليه في روسيا البيضاء
ويبلغهم بأنهم لن يشاركوا في حرب أوكرانيا في الوقت الحالي، لكنه يأمرهم بالاستعداد للمشاركة في عمليات في إفريقيا أثناء تدريبهم لجيش روسيا البيضاء. السعودية تحذر السويد. عبرت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسمية التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، في تصرف يعد استفزازا ممنهجا لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم. وأصدرت وزارة الخارجية السعودية قرارا باستدعاء القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة لتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة. غضب عربي وإسلامي. تسبب سماح السويد مجددا لمتطرفين بالإساءة إلى القرآن الكريم في اندلاع موجة غضب جديدة بالعالم العربي والإسلامي، تنوعت مظاهرها بين إدانات رسمية واستدعاءات لسفراء ستوكهولم. جاء ذلك وفقا لمواقف عربية وإسلامية ردا على ترخيص السلطات السويدية مجددا لسلوان موميكا، عراقي مقيم بالسويد، بتنظيم تظاهرة صغيرة أمام مبنى سفارة بغداد لدى ستوكهولم، أعلن أنه سيحرق خلالها نسخة من القرآن والعلم العراقي. تلويح بالعصا النووية. أعلن وزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام أن دخول غواصة نووية استراتيجية أمريكية إلى ميناء كوريا الجنوبية في بوسان يمكن أن يعزى نظريا إلى الشروط الكافية لاستخدام بيونغ يانغ للأسلحة النووية، وهذا يدل على أن المحاولات الأمريكية لشن هجوم نووي على كوريا الديمقراطية وتنفيذها قد دخلت أخطر مراحل التفعيل والتنظيم، وأصبحت احتمالات حدوث صدام عسكري في شبه جزيرة الكورية حقيقة خطيرة تتجاوز كل التصورات والافتراضات. حملات تاثير إلكترونية. طالبت جهات مخابراتية إسرائيلية مؤخرا جهات مخابراتية روسية بوقف حملات تاثير عبر الانترنت بعدما رصدوا في وزارة الأمن اتساع حملات التاثير في الشبكات الاجتماعية التي ركزت على تعميق الشروخ الإسرائيلية الداخلية. وتوجد ظاهرة في الشبكات الاجتماعية مؤخرا لحسابات وهمية تنشر دعاية داعمة لروسيا باللغة العبرية، وكانت هذه الحملة تهدف عادة إلى إقناع الجمهور في إسرائيل بعدم تأييد أوكرانيا. تايوان تراقب. قالت وزارة الدفاع التايوانية إنه بحلول الساعة 6 صباحا يوم الجمعة تم رصد 26 طائرة تابعة لسلاح الجو الصيني و7 سفن من البحرية الصينية تنتشر حول جزيرة تايوان. وقامت قوات الجيش الجمهوري التايواني بمراقبة الوضع، وكلفت طائرات التحكم الجوي والسفن البحرية وأنظمة الصواريخ البرية للتعامل مع هذه الأنشطة.